بيبدأ المسلسل بتشو ييجي شاب قاعد في أوضة ضلمة بيعيط وساكت، وكل اللي في دماغه سؤال واحد: أنا عملت إيه؟ إزاي حياتي وصلت لكده؟ إيه اللي عملته عشان استاهل كل ده؟ وفجأة بتظهر قدامه ست لابسة أسود في أسود من فوق لتحت، شكلها غريب ونظراتها مش مريحة، وبتقوله بصوت تقيل: نهارك أسود، إزاي تسبقني وتدور عليا قبل ما أدور عليك؟ وفجأة بتضربه بالنار في راسه، بيقع من السما وهو بيصرخ وبيقول: أنا مش هموت موتة تافهة كده، أنا مش هقبل بالنهاية دي. وساعتها بيفتح عينه وبنرجع 7 سنين لورا. يجي وقتها كان طالب في الجامعة وكان رايح يقدم على شغل عشان يصرف على نفسه، وهو في الطريق حبيبته بتكلمه عشان تشجعه وبتقول له: أنا واثقة فيك، أنت ذكي وطموح، أكيد هتتقبل. يجي بيتشجع بكلامها وبيقفل معاها وهو مبسوط، وبيقول لها هيكلمها بعد المقابلة. بس وهو في السكة بيخبط في واحد وهو بيجري، الراجل بيعدي الطريق لكن فجأة بتخبطه عربية، بيطير وبيقع قدام يجي وبيمسك في هدومه قبل ما يموت. يجي بيتصدم وبيفقد أعصابه، ولما بيوصل للمقابلة بيكون مش على بعضه، مرتبك ومرعوب، ولما بينادوا عليه مش بيعرف يرد، فالنتيجة انهم بيرفضوه. من اللحظة دي حياة يجي بتتقلب، الديون اللي عليه علشان دراسته بتكبر، فبيضطر يشتغل أكتر من شغلانة عشان يصرف على نفسه. بيعدي 7 سنين وهو في نفس الدوامة، بيشوف أصحابه بيتجوزوا وبيستقروا وبيحققوا أحلامهم، بس هو لسه في مكانه بيعافر. وأخيرا بيجيله الأمل، بيقدم تاني على نفس الشركة اللي رفضته قبل كده. المدير المرة دي بينبهر بسيرته الذاتية وبيشوف ازاي يشتغل وتعب رغم ظروفه. يجي بيتفائل، بيحس انه خلاص قرب يوصل، بس وهو خارج من الشركة بيجيله خبر ان صاحبه اللي كان مستأمنه على فلوسه علشان يشغلها خسر الفلوس وهرب. فبيروح جري على بيته، بيخبط وبيزعق بس مفيش رد، بيفقد أعصابه وبيمسك طفاية حريق بيحاول يكسر الباب. الجيران بيتصلوا بالشرطة وبيقبضوا عليه. في الاسم بيحاول يشرح يقول ان اتنصب عليه، لكن الضابط بيرد عليه: انت دفعت الفلوس بمزاجك وخسرتها، ده مش نصب رسمي. يجي بيطلع من الاسم مكسور وبيروح لحبيبته يمكن تواسيه، لكنها بتقوله انه لازم يسعى ويتعب عشان ينجح. بتديله ظرف فيه فلوس عشان تساعده، لكنه بيحس انها مش فاهماه. بيقول لها انه لازم ينفصل وانها تستحق حد احسن منه. بيديها الظرف وبيمشي. بيرجع لسكنه بيلاقي شنطته مرمية على الارض، صاحب المكان سايب له ورقة: انت مطرود عشان ما دفعتش الايجار. بيجمع حاجته والدنيا بتمطر وكل حاجة بتبوظ. تاني يوم بتوصل له رسالة من الشركة: بنعتذر، لم يتم قبولك. يجي بينهار، الدنيا قفلت عليه. بيطلع فوق السطح، بيقرر يرمي نفسه وهو بيقول: اكيد الموت ارحم من اللي انا فيه. فقبل ما يرمي نفسه بيلوم الراجل اللي مات قدامه من 7 سنين، بيشوفه ان هو سبب النحس اللي دخل حياته. بيرمي نفسه لكن بيفتح عينه يلاقي نفسه في طيارة، شكله متغير ومش جسمه. بيستغرب، مش فاهم هو فين ولا ازاي. بتقعد جنبه بنت شكلها غريب وعينيها لونهم احمر، بتقوله كلامه اللي قاله قبل ما يرمي نفسه وبتقوله ان هيندم. بيسألها: انت مين وعايزه مني ايه؟ بتمسك رقبته وبتقوله: انا شبح الموت، واستهزائك بيا هيكلفك كتير. وبترميه وسط كائنات مرعبه بيصرخوا حواليه وبيخاف، لكن فجأة بيفوق تاني في الطياره. بتقوله شبح الموت: البشر بيموتوا مره واحده، لكن انت هتموت 12 مره، كل مره في جسم مختلف، وكل موتة مؤلمة أكتر من اللي قبلها. ولو قدرت تنجو من واحد بس هترجع تعيش تاني في الجسم اللي تختاره. وفجأة بتختفي الطيارة، بتتهز. يجي بيخاف يلبس سترة النجاة، والمضيفة بتهديه وتفهمه إنه مجرد مطب هوائي. بيرجع يقعد يحاول يستوعب، يلاحظ إن كل اللي حواليه لابسين بدل غالية وساعاتهم فخمة. وفجأة بتظهر مذيعة على الشاشة بتقوله إنه دلوقتي في جسم ابن صاحب الشركة اللي كان بيقدم فيها الشغل. يجي من وهو صغير كان دايما بيحاول يثبت نفسه، خصوصا قدام اخوه الكبير اللي دايما كان الكل بيشاور عليه وبيقول ان ده الوريث. بس في الاخر يجي هو اللي قدر يكسب ثقة ابوه وبقى هو الوريث الرسمي. اول ما عرف كده حس ان الدنيا اخيرا ابتسمت له، وانه خلاص بقى في جسم ابن صاحب الشركة اللي كان بيحلم انه يشتغل فيها. افتكر انه كده بقى نجح وعدى الاختبار وكسب التحدي. بس الفرحة ما كملت. فجأة محرك الطيارة بينفجر. بيحاول يجي يربط حزام الامان بسرعة عشان ينقذ نفسه، بس الطيارة كلها بتتحرق وكل حاجة حواليه بتنفجر، والصريخ بيزيد والألم بيزيد أكتر، وكل حاجة بتنتهي وهو عايش لحظة موته بكل تفاصيلها. بيفوق يجي بعدها يلاقي نفسه راجع لجسمه الحقيقي وقاعد في أوضة ضلمة، وشبح
الموت قدامه ماسكة 11 رصاصة، بتقوله إن كل رصاصة منهم هترجعه للحياة في جسم حد تاني، ولو فشل في كل المحاولات مصيره هيكون الجحيم. بيسألها عن الجوهرة اللي شافها على الطيارة، بتقوله إن هي دي اللي هتنقله كل ذكريات الشخص اللي بقى فيه وقدراته كمان. بيتنرفز يجي وبيقول لها إنه حتى لو خد كل القدرات هو كان مستحيل ينجو من حادث زي ده. بيسألها ولو فشلت في كل المحاولات، بتقوله ساعتها الجحيم هيكون مستنيك. بتاخده توريه مشهد من الجحيم، بيشوف بعينيه، بيتخض وبيترعب، بينهار من اللي شافه وبيعيط وهو مش قادر يصدق إن ده ممكن يكون مصيره. بنرجع لأول مشهد لما كان قاعد في الأوضة وهو بيعيط وبيسأل نفسه أنا عملت إيه عشان استحق كل ده. شبح الموت بتقوله كان لازم تقدر حياتك، دلوقتي قدامك فرصة ترجع بس لازم تكسبها. بتقرب منه وبتضرب أول رصاصة وبيبدأ التحدي من جديد. يجي بيفوق يلاقي نفسه بيقع من طيارة، بيصرخ من الرعب وتظهر الجوهرة المضيئة وتبدأ تعرفه بنفسه. بتقوله انت دلوقتي في جسم رياضي مغامر قرر ينط من على طيارة على ارتفاع 8000 متر من غير مظلة. التحدي بيتذاع على مستوى العالم ولو نجح هيكسب 3 مليار دولار. يجي من أول ما بيسمع الرقم بيتحمس، بيبص تحت ويشوف الشبكة اللي المفروض ينزل عليها وبيقول أنا نطيت من فوق الموت مش من طيارة بس الشبكة ما كانتش محطوطة كويس. وبالفعل ما بيوصلش ليها وبيموت وهو بيصرخ والجمهور كله مصدوم. بيرجع تاني لجسمه الحقيقي، يلاقي شبح الموت مستنياه ومعاها المسدس. بتقول له يلا على اللي بعده، الوقت مش في صالحك. بيحاول يعترض، بيقول لها انا حتى ما بلحقش اختار، انت بترميني كده مرة واحدة في الموت من غير ما افهم. بتقول له دايما في طريقة تنقذ بيها نفسك بس لازم تلاقيها لوحدك. تضرب الرصاصة التانية. بيفوق يجي بيلاقي نفسه في جسم طالب ثانوي عنده 17 سنة. بتظهر الجوهرة وتنقله الذكريات. أبوه ميت من زمان ووالدته شايلة المسؤولية كلها، بتشتغل ليل نهار عشان تصرف عليه، وهو كان بيحاول يذاكر ويتفوق عشان يفرحها، لكن الطلبة في المدرسة كانوا بيتنمروا عليه، بيسرقوه ويضربوه وبيصوروه وهو في أضعف حالاته. عمره ما اشتكى ولا قال لوالدته، كان دايما بيرجع مبتسم عشان ما يحسسهاش إن هو كمان عبء فوق تعبها. يجي لما بيعرف ده بيتأثر وبيقرر يعيش ويكمل التحدي عشان يعوض الطالب عن كل التعب اللي شارك. بيشوف واحد من الطلبة المتنمرين داخل عليه بيتكلم بصوت عالي وبيستفزه، بس يجي ما بيخافش، بيقوم عليه ويمسك كرسي ويقول له انا شفت الموت بعيني مش هخاف من واحد زيك، وبيضربه وبيكسر له مناخيره. المتنمر بيتنرفز وبيقرر يطلب مساعدة البلطجي اللي وراه. البلطجي بيوافق وبيجي المدرسة بعصابته، لكن لما بيدخل الفصل ويشوف يجي بيستغرب من شكله الضعيف وبيحس بالإهانة. بيضرب المتنمر عشان ضيع وقته في شخص زيه وبيطرده من النادي بتاعه قدام الكل وبيمشي. الخطة بتنجح والمتنمر بيتحول لشخص ضعيف ووحيد. بعدها لما بيحاول يتخانق تاني الرياضي بيتدخل وبيهزمه بسهولة وبيهدده انه لو اتنمر على حد تاني هيندم. يجي بيبقى مبسوط ان مشكلته اتحلت وبيقرر يبدأ يتمرن عشان يقوي جسمه ويقدر يدافع عن نفسه بنفسه. بالليل المتنمر بيروح يقابل يجي وبيقول له ان بوظ له حياته، بس يجي بيرد عليه انه يستاهل اللي حصل له ولازم يغير من نفسه وبيمشي. لكن المتنمر ما بيسكتش وبيفضل يعيط وبيقرر ينتقم. في نفس الوقت يجي ماشي في الشارع وفجأة عربية كانت هتخبطه، لكن السواق بيقف في آخر لحظة. يجي بيتنفس وبيقول إن الحظ أخيرا ابتسم له، لكن وهو ماشي المتنمر بيجي من وراه وبيضربه بطوبة على دماغه وبيموت. بيفوق يجي وبيلاقي شبح الموت قدامه، بيتعصب عليها وبيقول لها إنها كدابة وإنه عمل كل حاجة عشان يعيش بس مفيش فايدة. شبح الموت بتتضايق وبتضربه بإيديها وبيطير بعيد وبتقرب منه وبتدوس على وشه وبتحذره إن ما يتكلمش معاها بالطريقة دي تاني، وبتقوله إن العقاب هيكون إن الجولات الجاية هتكون أصعب بكتير. بتضربه برصاصة وبيفوق يجي بيلاقي نفسه مربوط ومتكتف في عربية مقفولة وفي ناس حواليه بيعذبوه وبيسألوه عن فلوس وبنت، بيقول لهم إنه مش فاهم حاجة. ساعتها بتظهر الجوهرة المضيئة وبتفكره بحياته. هو كان عضو في مافيا خطيرة وكان أقوى مقاتل فيها وكان بينفذ أوامر الزعيم، لكن لما شاف البنت اللي الزعيم خطفها عشان يتجوزها حبها وقرر يهرب معاها وسرق 10 مليون دولار، لكن اتقبض عليه قبل ما
ما يهرب. بعد ما بيرجع له كل ده بيستخدم قدراته القتالية وبيفك نفسه وبيبدأ يضرب كل اللي حواليه وبيكسر عظمهم وبياخد الموتوسيكل وبيهرب من المكان. بيقرر يروح لحبيبته عشان يهربوا سوا ويبدأوا حياة جديدة بالفلوس اللي سرقها. لكن واحد من العصابة كان حاطط جهاز تتبع والزعيم بيحط مكافأة 2 مليون دولار على راسه، فكل العصابات والشرطة وأي حد عايز فلوس بيبدأوا يجروا وراه. ييجين بيكون محترف في السواقة وبيفجر الجسر وبيفلت من العربيات اللي بتجري وراه. لكن بعدها بتظهر عصابة بدراجات نارية وبيفضلوا يطاردوه لحد ما يطلع فوق سطح مبنى، وهناك بيقابلوا الزعيم اللي عايز يقتله. بس يجي وهو خلاص قلبه ميت بينط من فوق السطح وبينزل في حمام سباحة فبيتدمر جهاز التتبع. بيفرح يجي وبيقول ان الحظ اخيرا ابتسم له، وبيوصل فعلا للمكان اللي اتفق عليه مع حبيبته. اول ما بتشوفه بتحضنه وبتفرح وبتقول له انها ما كانتش مصدقه انه هيجي. بيقول لها انه عمره ما هيتخلى عنها، لكن لما بيسالها عن الفلوس وبيشاور على المكان اللي حطهم فيها بتطلع عليه مسدس وبتضربه رصاصه في نص راسه. بيفوق يجي وهو بيقول يا بنت الغداره. بتفضل شبح الموت تضحك عليه وتتريق عشان حبيبته هي اللي ضحكت عليه وسرقت منه فلوسه. لكن صاحبنا ما بيكونش عيل عبيط كده وهفق. بيقول لها انت فاكراني عبيط ولا ايه؟ لا انا مش عبيط خالص، انا كنت عامل حسابي ومخبي جزء من الفلوس في مكان تاني، في المحاولة الجاية هروح اخدهم واعيش حياتي. البنت اللي كانت بتضربه بترد عليه بسخرية، مستعجل؟ طب خد، وبتضربه تاني. بعد ما بيفوق بيلاقي نفسه في زنزانة وصوته رايح وبيقول يا جماعة حد يرحمني. زميله في الزنزانة بيهديه وبيقول له انه خلاص فاضل له اسبوع وهيخرج، لكن الزنزانة فيها سايكو خطير ويجي مرعوب انه يتهجم عليه. السايكو بيدخل ويجي بيفتكر فجأة ذكريات صاحب الجسم اللي هو فيه. كان ملاكم وكان نفسه يبقى بطل، بس الظروف كانت صعبة واهله مديونين. في يوم رجع من التمرين لقى ناس بيهددوا مامته. بعدها وصل له اتصال من محامي عرض عليه 20 مليون دولار عشان يشيل تهمة حادثة حصلت من رئيسه في الشغل داس حد بالغلط بحكم انه قاصر ومش هيتحبس. وافق، بس الست اللي اتدست بالعربية ماتت فاتحكم عليه ب2 سجن. لما خرج ابتز المحامي وطلب مليار دولار وإلا هيفضح الكل. يجي رجع دلوقتي في جسد الملاكم وفرحان بالقوة الجديدة. شاف واحد في الزنزانة بيعمل فيها سايكو عشان يخوف الكل. يجي قرب له وقال له هتعمل التمثيلية دي عليا؟ وريني بقى. وبعد أول قلمين المتنمر ركع وقال له سامحني. يجي فضح حقيقته قدام المساجين. ده قتل طالب غدر من ظهره. الكل اتجمع عليه وضربوه، بس رغم كده يجي رق قلبه وسامحه وخلاه ياكل معاهم. في الورشة حد حاول يموت يجي، رمى عليه منشار لكن لحق نفسه. بيكتشف ان المحامي حاطط مكافأة كبيرة للي يقتله، فالمساجين اتحالفوا عليه، لكن يجي قتلهم لوحده بكل مهاراته الملاكمة والفنون القتالية اللي عنده وهزمهم كلهم. صاحبه لما رجع بالعصاية اتفاجئ انه خلص عليهم. بالليل المتنمر حاول يموت يجي بسكينة، بس يجي اخدها منه وبدل ما يموته قرر يخوفه. قال له انه بيشوف الاشباح وان شبح الطالب اللي قتله وقف وراه. المتنمر صدق وفضل مرعوب. بعدها يجي خرج من السجن لقى المحامي مستنيه ومعاه الشنطة اللي فيها الفلوس، لكن يجي رفض ياخدها وقال له ان ناوي يعيش حياة شريفة. راح بعدها لمكان الفلوس اللي كان مخبيها زمان، لقاها فعلا وقرر يقسمها. جزء حطه في خزنة سرية والجزء التاني هيوديه لأمه. وهو في الطريق لأمه لاحظ ان في حد ماشي وراه، وفجأة الراجل ده طعنه بسكينة. طلع ابو البنت اللي ماتت في الحادثة وبيقول له ان استناه من 2 سنين عشان ينتقم منه. يجي يحاول يقنعه انه معهوش فلوس وان لسه خارج من السجن، لكن الراجل فضل يطعنه. سمع صوت حد جاي فهرب ويجي وقع بينزف. الموبايل بيرن، مامته بتتصل لكنه مش قادر يرد، بيموت قبل ما بيودعها. بيفوق تاني وبيلاقي شبح الموت قدامه. بيقول لها انه لازم يرجع بسرعة عشان يلحق الفلوس اللي في الخزنة قبل ما تتصادر ب4 أيام. شبح الموت بتضحك وبتديله خبطة ترجعه. المفاجأة بيلاقي نفسه في جسم عيل صغير بيعيط ويقول حرام عليكوا انا اعمل ايه. الام بتحاول تهديه، بتشيل وتخرج بيه. في الاول بيقول يا سلام على الحنية، بس فجأة الام بتتغير وبتزعق له عشان مش سايبها تشرب قهوتها وتتمنى انه ما يكونش موجود اصلا. بتحطه في البيت وبتقول لجوزها اكله، لكن الاب بيطلع هو كمان مجنون بياكله اكل منتهى الصلاحية. يجي بيرفض، فبيبدأ الاب يتحول والدنيا كلها بتتقلب عليه. يجي بيكتشف هنا ان العيلة اللي هو فيها مجانين وبيبقى محبوس جوه جسم طفل صغير. فجأة جرس الباب بيرن، الام بتقوم تفتح تلاقي
بيلاقي شرطي واقف ومعاه موظفة من حقوق الطفل بيقول لها إنه جالهم بلاغ من المستشفى اللي فيها الطفل إن في كدمات وعايزين يفحصوه. الأم بتمثل الهدوء وبتقول أكيد حد بلغ عننا بلاغ كاذب، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عايز يوقع بيني وبين ابني. الزوج كمان بيدخل في التمثيلية وبيخرج هويته وبيقول أنا شغال في رعاية الأطفال ومش ممكن أكون مؤذي لطفل. الشرطي بيصدق وبيمشي. يجي بيحاول يعيط بصوت عالي يمكن حد يفهمه لكن مفيش فايدة. بيقفوا ويسكتوه ويقفلوا الباب. الأم بترجع له تمسكه بعصبية وتقول له تعالى بقى، ده انت نكدت عليا من ساعة ما ولدتك، وشك نحس عليا. ومن هنا بتنتهي الحنية كلها وبيخلص مصيره. يجي بيفوق في عالم الموت متعصب وحاسس بقهر، مش عشان نفسه لكن عشان الطفل اللي مات من غير ما يعرف حتى اسمه، عشان كان بدون ذكريات، بدون فرصة، بدون خيار. شبح الموت بيقول له شايف انت اللي كنت بتشتكي انك عايش تعيس، دلوقتي شفت بعينيك في ناس حياتها أسوأ وما عندهاش حتى فرصة تختار. الكلام بيوصل ليجي بيبص في عينيها وبيقول لها رجعيني، لسه فاضل لي فرصة أخيرة، لسه في شنطة فلوس لو معرفتش أخدها دلوقتي هتضيع عليا. شبح الموت بترجع له حتة من حياته بتلمسه في نص دماغه وفجأة بيفوق بيبص على الموبايل يلاقي فاضل 10 دقايق بس قبل ما العمال يفتحوا الخزنة بيجري بأقصى سرعته لدرجة إنه كان هيعمل حادثة. بيوصل في آخر لحظة بياخد الشنطة وبيتنفس. بيبص لنفسه في المراية يلاقي إنه وسيم، شكله جذاب، جسم جديد ومختلف وشنطة فلوس كاملة. بيظهر قدامه ضوء أبيض، جوهرة مضيئة. بيرجع لشريط الذكريات يفتكر إن الجسم الجديد ده كان شغال عارض أزياء والبنات كانت دايما بتحبه. بيفرح وبيقول لنفسه دلوقتي أنا غني ووسيم، يا رب أفضل كده على طول. بيرجع البيت يلاقي نفسه عايش في مكان فخم مليان هدوم غالية وساعات نادرة. يقرأ خبر في الجورنال العيلة المجنونة اللي كان عايش معاهم في جسد الطفل اتقبض عليهم بتهمة القتل. بيحس بالرضا إن العدالة خدت مجراها. بيجيله اتصال من صاحبه بيبلغه إن في حفلة. بيروح يشرب ويرقص وهناك بيقابل شاب غني بيحس إنه شافه قبل كده بس مش فاكر فين وما بيديش الموضوع أهمية. تاني يوم أخوه بيصحيه من النوم عشان يساعده في الكافيه. بيروح معاه وهناك بتدخل زبونة حبيبته القديمة. بيفضل يبصلها ومتوتر. أول ما بيمد إيده وبيديها الشاي بيترعش وهي بتستغرب. يعرف من أخوه إنها كاتبة وبتيجي الكافيه كل يوم تكتب رواية. بيدور على اسمها يكتشف إنها كسبت جايزة في نفس يوم انفصالهم وكانت كاتبة في الإهداء للي كان دايما بيدعمني. بيعرف إن الظرف اللي كانت اداهولها وقتها كان فيه فلوس الجايزة وكانت عايزاه يفرح بيها بس هو ظلمها. بيروح المكتبة بيقرأ الرواية بيلاقيها بتحكي قصة حبهم. بيرجع الكافيه بيشوف الشاب اللي كانت راكبة معاه يومها. بيطلع أخوها بيحس إنه ظلمها أكتر وبيتضايق من نفسه. بيقرر يصلح اللي عمله. تاني يوم بيستناها ولما بتيجي بيقدم لها كيك هدية وبيقول لها إنه معجب بروايتها وإنه عنده قصة ممكن تلهمها. بتوافق تسمعه. بيقعد معاها ويحكي لها حكايته مع شبح الموت. بتسمعه وتحس إنه مشاعره صادقة وكأن القصة دي قصته هو شخصيا. بيتقابلوا كل يوم وهو سعيد إنه قرب منها تاني. في مرة بيطلب منها توقع له على الرواية ولما بتطلع القلم بيتفاجئ ده القلم اللي كان جايبه لها زمان. بيسألها عنه تقول له إنه هدية من حد عزيز ومش قادرة تتخلص منه. الوقت بيعدي بيبقوا بيتقابلوا كل يوم. وفي مرة بتسأله ليه البطل ما زارش والدته ولا مرة في قصتك. بيسكت شوية وبيقول لها كان محرج منها حاسس إنه ما يستاهلش يقابلها. بتمشي والدنيا بتمطر بيجري وراها ويديلها شمسية. بيقول لها أنا مستنيكي بكرة وبتشكره. بيرجع الكافيه بيلاقي عربيات إسعاف. بيسمع إن زبونة اتعرضت لحادثة بيفتكرها هي. بيجري على مكان الحادثة يلاقي المظلة بتاعته على الأرض. بينهار لكن بيشوفها واقفة سليمة. بتشوف إيده مجروحة فبتعالجه وبتسأله كنت بتجري ليه؟ بيكذب ويقول لها كنت فاكر اللي عمل الحادثة حتى أعرفه. بتحكي له عن يوم موت حبيبها لما عرفت في المستشفى وقعدت تعيط وهي مش مصدقة. بتعتذر له إنها مش هتقدر تقابله بكرة عشان عندها زيارة مهمة. تاني يوم بيقرر يزور قبره لأول مرة. بيشوفها هناك قاعدة بتعيط وبتقول له أنا آسفة إني ما منعتكش، كنت بحبك ولسه فاكرة كل لحظة منك. بيروح يشوف مامته أول مرة يشوفها من قريب. بينادي عليها أمي. بتلتفت له وبتستغرب. بيقول لها أنا بدور
على أمي وبيسيبها ويمشي. بيشوفها بتعيط حاسس إنه جرحها زي ما جرح كل اللي حبوه. يرجع يعيط ويتأسف. بياخد كل الفلوس وبيحطها في بيت والدته ومعاها جواب من أصحاب ابنك اللي كان بيشتغل معانا. بالليل بيتقابل مع حبيبته وبيتمشوا. بيفكرها بالذكريات. بيحكي لها عن حبيبته القديمة اللي كانت فخورة بيه رغم فقره. تحس إن هي اللي بيتكلم عنها. بتدمع. بيسألها لسه فاكراه؟ بتقول له عمري ما نسيته. بيبص في عينيها ويقول لها أنا هو يجي. بتتصدم، لكن قبل ما يحصل رد فعل بتيجي عربية سريعة بتخبطهم. بينزل السواق يضحك. بيقرب من يجي. بيكتشف إن هو نفس الشاب اللي قبله في الحفلة اللي كان حاسس إن شافه قبل كده. بيطلع بارك ابن صاحب الشركة واللي قتل أخوه وفجره بالطيارة ودمر حياته في كل جسم عاش فيه. هو اللي كان السبب في موته، والمرة دي كمان بيقرب منه وبيخنقه لحد ما بيموت. الشرطة بتيجي بتاخد الجثتين يجي وحبيبته. بيفوق يجي من غيبوبة كان فيها وعينيه مدمعة. قلبه وجعه ودماغه هتنفجر من كتر الندم. قاعد بيعيط زي الطفل على اللي حصل لحبيبته، وكل لحظة فاتته فيها كان شايفها قدامه. لسه صرختها في ودنه ولسه ايده في ايديها وقت ما راحت منه. فجأة بيقف وبيجري ناحية شبح الموت اللي كانت واقفة بتتفرج عليه. بياخد منها المسدس وبيحطه على دماغها. عينه كلها غضب ودموع وبيقول لها بصوت مكسور لازم تحسي باللي حسيته. جربي تموتي زيي. وبيدوس على الزناد. رصاصة بتخترق دماغ شبح الموت وتقع قدامه. لكن في اللحظة دي بيظهر قدامنا مشهد تاني. واحد خاطف مجرم قديم بيصور بس مباشر وبيقول إن الشخص اللي مربوط عنده مجرم ومتحرش وإنه هينفذ فيه حكم الناس وهيموته. لكن قبل ما يعمل كده بيقتحم المكان شاب غريب يضرب الخاطف والمصور وبيفك المجرم المربوط. بياخده معاه في عربيته. المجرم بيشكره، لكن بيلاحظ حاجة غريبة. أدوات رسم مرمية في العربية. ألوان فرش وأوراق كلها دم. بيسأله هو أنت رسام؟ طب ليه ساعدتني؟ أنت عارف أنا مجرم. الرسام بيضحك ضحكة ملهاش روح وبيقول له ما بحبش حد يبوظ اللوحة بتاعتي ولا أدوات. المجرم بيترعب. بيحاول يفتح الباب بس بيحس بدوخة. بيفوق بعدها وهو مربوط بسلاسل من ايديه ورجليه. قدامه نفس الرسام ماسك منشار وبيقرب منه وهو بيضحك وبيقول له عايز حاجة يا غالي؟ جه وقت الرسم. بعدها بنرجع ليجي. شبح الموت مش موجود. بيحاول يضرب نفسه بالمسدس لكن يكتشف انه فاضي. بتظهر له شبح الموت تاني بتضحك وبتقول له يا ابني الموت ما بيموتش زي المية، لا بتغرق ولا النار بتتحرق. يجي بيبص في المراية بيلاقي جسمه متغير. جسمه متغطي بالدم. حواليه لوحات كلها دم وتعذيب. فجأة بتظهر الجوهرة المضيئة بتبدأ ترجع له ذكرياته. كان طفل صغير موهوب في الرسم لكن محدش اهتم بيه. وفي يوم شاف جثة واحد مات منتحر قدامه. ومن ساعتها جاله راجل غريب مجنون لكنه معجب باللي شافه وشجعه. بس رسم الضحية رسم الألم رسم الموت. ومع الوقت بقى مدمن للنوع ده من الرسم. بقى يخطف ضحايا ويعذبهم وبعدين يرسمهم ويبيع لوحاته بملايين. الناس بدأت تتكلم عن قاتل بيشوه جثث محدش عارفه. يجي بيتصدم لما يعرف ان سام اللي في جسمه دلوقتي كان هو الرسام السايكو ده وانه هيستخدم جسمه عشان ينتقم لحبيبته ويقتل بارك. في اللحظة دي بنشوف بارك في نادي الصيد ماسك السلاح وبيوجهه ناحية مدربه وبيكون عايز يموته بس بيرجع في كلامه. يجي بيروح المكان اللي حبيبته ماتت فيه. بيفتكر اللحظة قبل ما تموت وبيفتكر انه سمع بارك وهو بيأمر مساعده انه يشيل القضية عنه ويعترف بدل ما هو يدخل السجن مقابل فلوس ومنصب. المساعد بيوافق وسلمه الفلاشة اللي فيها الدليل لكن غدر بيه واتصل بالشرطة عشان يعترف. يجي بيرجع للواقع بيلاقي القلم بتاع حبيبته بياخده ويقرر يكمل الانتاج. بيروح شركة بارك لكن مش بيلاقيه وهو ماشي بيحس بتعب وبينهار. بينزف من مناخيره وبيفقد الوعي. بيفوق في المستشفى والدكتور بيبلغه انه عنده مرض قاتل حالته ميؤوس منها وقدامه شهر واحد. يجي بيبتسم شهر كفايه قوي. بيخرج وبعدها بيتصل بيه معرض فني. سكرتيرته بتقول له ان بارك عايز يشتري لوحه من لوحاته. بيروح يلاقي بارك واقف قدام لوحته المفضله وبيساله اللون ده حقيقي؟ ده دم. يجي بيرفض يبيعها لكن بارك بيصر فبيقول له هبيعها بس لازم اجي احطها في بيتك بنفسي. بارك
بيوافق وبيديله العنوان. بعدها بارك بيروح الكنيسة مع أبوه اللي لسه مش قادر ينسى ابنه التاني اللي مات في حادثة الطيارة. بنشوف فلاش باك أخوه كان عارف حقيقته إنه قاتل مختل وكان هيبلغ عنه، فبارك فجر الطيارة اللي فيها أخوه. بارك بيخرج سايق بسرعة فشرطي بيوقفه لكنه بيكلمه بأسلوب وحش ويرفع عليه سماعة للمفوض ويهين الشرطة ويضربه قدام الناس وبيرموله فلوس على الأرض. بيرجع بيته بيلاقي يجي مستنيه. يجي يفضل يستفزه ويحط رجله على عربيته ويمسحها وبعدين يتف عليه. بارك بينهار ويطلع سلاح يضرب نار لكن يجي بيمثل عليه، بيمثل انه اتصاب. اول ما بارك بيقرب من يجي يهجم عليه يضربه، بيغمى عليه، بيكتفه ويشيله، بياخده لمكان اللوحات يعرض عليه اللوحات اللي رسمها للضحايا. وبارك بيترعب لكن فجأة يجي بينهار ويقع من المرض وبيفوق مربوط بسلاسل. قدامه بارك ماسك ادوات الرسم وبيبدأ يحكي له أول واحد موتته كان صدفة، خبطته بعربيتي وهو بيقول لي ساعدني، حسيت بإحساس غريب ومن وقتها ما وقفتش، وكان هو نفس الشخص اللي مات قدام يجي من 7 سنين. في اللحظة اللي بارك بيبقى ماسك فيها المنشار وقريب من يجي وبيقول له إنه عمره ما عذب حد قبل كده وإنه هيكون أول تجربة ليه، يجي بيكون شكله بيترجاه بس في الحقيقة هو عمره ما يعمل كده وبيبص له بنظرة فيها تحدي. بارك بيتعصب وبيبدأ يستخدم قدراته عليه. يجي بيصرخ من الوجع ولما بيفوق بيلاقي شبح الموت واقف قدامه وبتضحك عليه وبتقول له انه مات موتة بشعة، لكن يجي بيرد عليها بضحكة وبيقول انه عمل كده بإرادته وانه ضحى بنفسه وخلى بارك يقتله وهو مركب كاميرات عشان يصور كل ده. يجي ما كانش يقدر يقتله بنفسه عشان شبح الموت حذره لو قتل حد هيدخل الجحيم، ففكر طريقة تانية وبيطلب منها تديله فرصة تانية وبيبدأ جولة جديدة من التحدي. وفعلا بتقرب منه وبتديله ضربة في نص دماغه وبيفوق يجي المرة دي في جسم شرطي بيجري ورا مجرم. بيكتشف ان الشرطي اللي بارك ضربه قبل كده. في الاول بيخاف وبيهرب من المجرم لانه لسه ما استرجعش ذكرياته، لكن شريكه في الشغل بيساعده وبيقبض على المجرم. بعدها بيشوف الجوهرة المضيئة وذكرياته بترجع له. بيعرف ان ابوه كان شرطي واتقتل وهو قرر يمشي على خطاه، لكن بعد ما والدته شافته في لبس الشرطة اغمى عليها من الصدمة فخاف يعرض نفسه للخطر ووعدها انه مش هيخاطر بحياته. الناس كانت شايفاه جبان بس بعد موت امه قرر يتغير. بيصادف بلطجي بيهدد راجل بسكينة ولما بيقرب بيكتشف انه نفس الشخص اللي خانه في السجن. بيقرر ينتقم منه لما البلطجي بيهجم عليه بيضربه وبيقبض عليه وسط تصفيق الناس والفيديو بتاعه بينتشر والكل بيبدأ يحترمه. بعدها بيروح مع فريق التحقيق لبيت الرسام واللي كان بيقتل فيه ضحايا. بيلاقوا الأدلة تثبت ان الرسام هو القاتل المتسلسل والفضل ليجي. بارك بيشوف صورته في التلفزيون وبيشك فيه وبيبقى عايز يتخلص منه. يجي في الاسم بيشوف امه وبيفهم انها سلمت شنطة فلوس كانت لاقياها وقالت انها حست ان دي تعويض عن ابنها بس مفيش حاجة تعوضه. الكلام بيوجع يجي وبيتأثر وهو راجع بيتهاجم من واحد بيطعنه وده طلع من رجالة بارك. بارك بيعتقد انه خلاص عليه. بعدها بيتفاجئ بمكالمة من المفوض العام بيقول له انه عنده فيديو هو بيقتل الرسام وبيهدده لو ما سلمتش نفسك هنشره. بيحاول يتفاوض مع يجي لكن يجي بيرفض وبيقول له تيجي الاسم لو عايز تقابلني. بارك بيروح الاسم وبيقدم رشوة وترقية لكن يجي بيرفض الورقة ويقطعها وبيقول له ان عايز يدفع ثمن جرايمه. بعدها يجي بيتفاجئ ان بارك طلع على التلفزيون واعترف بقتل الرسام وقال انه كان بيدافع عن نفسه والناس صدقته واعتبروه بطل. الفيديو اللي صوره يجي اتقص منه البداية فبقى مالوش قيمة. بارك بيطلع براءة والمفوض العام بيفصل يجي وبارك بيخرج من الاسم وهو بيضحك وبيقول ليجي انه انتصر. بعدها بيركب طيارة لأمريكا وبيطمن ان الرجالة خطفوا يجي وفتشوا بيته، لكن وهو في الطيارة بيسمع صوت بيكلمه عن جرايمه وبيقول له ان الطيارة هتتحطم وبيديله فرصة ينط منها بمظلة. بارك بيدور على المظلة وفعلا بيلاقيها وينط قبل الانفجار بس لما بينزل عربية بتخبطه ويجي بيطلع منها واقف قدامه. يجي بيقرب منه ويفتكر كل اللي حصل له وبيقول له ان الوقت جه عشان يدفع الثمن جرايمه وبيبدأ يخنقه. شبح الموت بتظهر وبتحذره انه لو قتله هيخسر التحدي بس هو بيبقى مش مهتم لكنه بيفتكر كلام حبيبته وانها كانت عايزة نهاية سعيدة فبيعيط ويسيبه. بس بارك بيقوم ويهجم عليه والمظلة اللي لابسها بتتفتح فجأة وتسحبه
يتخبط في عربية وبيعمل حادثة. اليوم اللي بعده ييجي بيروح السجن وبيشوف مساعد بارك اللي بيعترف إن هو اللي قتل حبيبة ييجي وكان شايل التهمة بداله، وبيقدم له كارت ميموري فيه التسجيل الحقيقي اللي حصل يوم الحادثة. المساعد لما يجي اداله الكارت اللي فيه دليل البراءة فرح واتأثر وشكر وهو بيعيط، وكان فاكر إنه خلاص هيخرج ويعيش حياة جديدة. بس الفرحة دي ما كملتش، لأن يجي بصله وقال له انت فرحت عشان هتطلع، طب ما سألتش نفسك انت ليه جوه؟ علشانك انت، علشان وافقت تسكت على جرايم بارك وساعدته فيها، تستاهل كل اللي حصل لك. بعدها بينتشر فيديو بارك وهو بيقتل الرسام، والشرطة بتلاقي أدلة جديدة على جرايم أكتر ليه، وبيقبضوا كمان على المفاوض العام اللي كان بياخد رشاوي من بارك عشان يغطي على جرايمه. في نفس الوقت بارك بيكون في المستشفى بعد الحادثة اللي حصلت له، حالته خطيرة ورجله اتقطعت، وبعد أسبوع بيفوق من الغيبوبة، ولما بيفتح عينه بيلاقي ييجي واقف قدامه. بارك بالأول بيكون فرحان إن لسه عايش، بس ييجي بيقرب منه وبيقوله فرحان إنك عايش؟ طب هتعيش إزاي وإنت نصك مش موجود؟ رجلك اتقطعت وإيدك مش شبه بايظة واللي جاي كله عذاب، بس عادي اللهم لا شماتة، بس أنا شمتان ومش ناسي. وبيكمل وهو بيتريق عليه خليك قاعد كده، نسيت مش هتعرف تقعد، طيب مش لازم توصلني، معلش برضه مش هتعرف تقوم، وبيسيبه ويمشي. بعدها بيروح يزور قبر حبيبته، بيحكي لها ان حقها رجع وانه انتقم لها، وبيعيط وهو حاطط القلم بتاعها جنب صورتها وبيمشي. يجي ويكمل حياته في جسم الشرطة، بيفضل يقبض على مجرمين كتير مستني اللحظة اللي هيموت فيها تاني. وفي يوم بيطلع في مهمة خطيرة مع زميله المحقق، بيطاردوا تاجر مخدرات وبيوصلوا لسطح بيت. المجرم بيطلع مسدس وبيبدأ يضرب نور، ساعتها يجي بيقرر يضحي بنفسه عشان ينقذ زميله، وبيجري ناحيته ويزقه بعيد ويقع هو والمجرم من فوق ويموت. بيفوق بعدها وفرحان ان مات وهو بينقذ حد. لأول مرة شبح الموت بتظهر له وتفكروا ان التحدي قرب يخلص، ومبقاش قدامه محاولات كتير بتضربه برصاصة في دماغه. بيفوق يجي يلاقي نفسه متشرد عايش في الشارع، وبيشوف خبر وفاة الشرطي اللي كان فيه، والناس كلها بتقول عليه بطل. بيروح يحضر جنازته وبيشوف بنت المحقق وهي بتعيط وبتشكره إن أنقذ حياة أبوها. بيفرح إنه عمل الصح، بس لما بيحاول يقرب من زمايله واحد بيطرده عشان شكله وريحته. بيخرج يلاقي المحقق زميله قاعد لوحده وبيعيط، بيروح له يحاول يخفف عنه، بس المحقق بيزعق له وبيقول له أنت مين؟ يجي ساعتها بيتلخبط مش عارف هو مين، وبيقول له ما عدتش عارف أنا مين ولا بقيت إيه. وبيفهم إنه حتى لو كسب التحدي وعاش في جسد جديد حياته هتفضل فاضية بلا معنى. فجأة الجوهرة المضيئة بتظهر له، بس هو بيهرب منها مش عايز يكمل، بيجري ويتكعبل على السلم ويموت. لما بيفوق شبح الموت بتكون مستنياه، بتضحك وبتقول له انت فاضلك محاولتين والنهاية قربت. بس يجي بيقول لها مش عايز اعيش وعايز اخلص وارتاح منك. بتمدله المسدس وبتضربه. المرة دي بيفوق يلاقي نفسه في جسم راجل كان شافه بيموت من 7 سنين، راجل كبير شوية موظف ومتجوز وعنده حياة مستقرة، بس فجأة الشغل بيطلعه معاش بدري وبيجيبوا شاب مكانه. بيتعب نفسيا، ولما بيرجع البيت مراته بتطلب منه الطلاق، بيحس ان عمره راح على الفاضي، بيقرر يرمي نفسه قدام عربية. بيفوق بعدها وشبح الموت بتقوله إن دي آخر محاولة، وبتتحداه إنه مش هيقدر يموت نفسه، وبتديله بالمسدس في دماغه. لما بيفوق بيلاقي نفسه في البيت بتاعه، بيفرح ويفتكر إنه رجع جسمه، بس أول ما بيبص في المراية بيتصدم، بيلاقي نفسه في جسم مامته. بيظهر له ضوء الجوهرة وبيشوف ذكرياتها كلها، حبها لأبوه ووجعها لما مات وتعبها عشانه. يعرف إنها كانت بتتمنى تتعب مكانه، إنها ما كانتش بتشتكي علشانه. يعرف إنها كانت بتحس بالذنب، إنها مش قادرة تديله الحياة اللي بيحلم بيها. نيجي بيعيط وبيقرر يعيش في جسمها، بيعيش الألم اللي هي عاشته، بيشتغل مكانها، بيحس بتعبها، وبيكمل حياته في سكون لحد ما يعجز ويموت على كرسي متحرك. بعد الموت بيظهر له شبح الموت بتقول له انت خسرت التحدي. يجي بيقع على الارض بيعيط وبيطلب فرصة أخيرة، بس شبح الموت بتقول له انا مش اللي هحدد مصيرك. بتديله المسدس وتحط فيه طلقة واحدة وتلف الخزنة وتقول له اضرب نفسك، لو جت الرصاصة هترجع تعيش، لو ما جاتش هتدخل الجحيم ومش هتخرج منه. يجي بياخد المسدس وهو بيعيط ويدعي ان الحظ يقف
جنبه المرة دي، بيغمض عينه وبيضغط على الزناد، بيفوق يلاقي نفسه لسه واقف فوق سطح البيت ولسه ما نطش، وبتجيله مكالمة من مامته. المرة دي بيرد، وبكده بيكون قدر يغير مستقبله وبيرجع لنقطة الانتحار وبيغير قراره بدل ما هينتحر ويكمل حياته عادي. المسلسل ده كتبته سهيلة محمد وسجلته سهيلة محمد برضه ومنتجه إبراهيم توكل. لو بتحبوا ملخصات الهندي تقدروا تشوفوها على قناة باكو أفلام، وتقدروا كمان تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تدخلوا جروب الفيس عشان بنتناقش وبننزل فيه كل ما يخص الكدراما. أنيو.